السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري. طبعا حفظنا معالج الرفلكسولوجي والشياتسو، بس النهاردة مش بتكلم عن الرفلكسولوجي والشياتسو. أنا مجموعة من الناس اتفقنا نعمل أكاديمية اسمها الأكاديمية للعلوم الفرعونية، على أساس إن احنا بنهتم بكل ما هو يخص العلوم الفرعونية. بدءا من الرفلكسولوجي هنعمل دورات تدريبية كل الناس تقدر انها تتعلم ايه هو الرفلكسولوجي وازاي تعالج منه، وتعالج كل الناس اللي تعرفهم، بابا وماما واختي واخواتي واصدقائي وجيراني وكل احبابي، نقدر ازاي نعالجهم بحاجات بسيطه جدا في علم الرفلكسولوجي. هنعلم ندي دورات تدريبيه في الشياتسو، هندي دورات تدريبيه في الكايروبراتيك، هندي دورات تدريبيه في علوم التغذيه العلاجيه، دورات حاجات كتيرة جدا. من ضمن الدورات دي برضو وانا بتكلم هنا من كلية العلوم قسم الحيوان جامعة القاهرة، هنتعلم فن التحنيط بدءا من الحشرات حتى البني ادمين. بصوا حضراتكم البني ادمين، وده الهيكل، والجزء اللي تحت دون شايفينه دي بعض الاحشاء. ودي دكتورة، هي دكتورة من المانيا، كانت الوصية بتاعتها ان لما تموت تحاول ان الناس زمايلها من الاطباء ومن المسؤولين عن فن التحنيط ان يخرجوا كل احشائها وتبقى هيكل زي ما حضراتكم شايفين كده، هو تبقى مجرد هيكل عظم. على فكرة عمر هذا الهيكل دلوقتي داخل ما يقرب حوالي 68 سنة تقريبا، 68 سنة. وطبعا احنا نقدر نعرفه اذا كان ذكر او انثى ازاي؟ عن طريق يا جماعه الضلوع، عن طريق الضلوع. لما نيجي نعد الضلوع كده مع بعض هتلاقيه 12 ضلع دي السيده، لكن الرجل 11 ضلع. فعندي كده اهو الضلوع بتاع القفص الصدري، نعد كده مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بالضلع اللي جوه. فهنبدأ إن شاء الله برك نعلم لكل الهواة إيه هو فن التحنيط، بداياته وأساسياته من الحشرات، الثدييات، الزواحف، إلى البني آدمين. ويمكن انتوا شفتوا في حلقة قبل كده وأنا ماسك جنين كان عمره 3 شهور، وكان جنين عمره شهر وهو حاطينه في الفورمالين. نشوف مع بعض حاجات ما شاء الله جميلة جدا جدا هنشوفها دلوقتي مع بعض بالصوت والصورة. نروح يلا مع بعض، يلا بينا نشوف مثلا حضراتكم دي الضفدعة من بداية تكوينها. دلوقتي ابتدت تكبر شوية بشوية، بعد كده الايدين والرجلين ابتدت تطلع، بعد كده كبرت شوية، بعد كده اصبح هو ده حجم الضفدعة. ده مثلا على سبيل المثال كي. نشوف حاجة تانية، ده عندي هنا ده ثعبان محطوط في مادة الفورمالين، ده قسم من الزواحف كده مع بعض. دي كلها قسم التعابين. ده ثعبان كبير جدا، شوف مع بعض كده الحجم بتاعه قد ايه. طبعا عاملينه تحنيط كده ولافينه على شجرة. وده حيوان آخر. على فكرة يعني يعتبر التحنيط ده سهل جدا جدا، لأن طبعا بيتعلموه عن طريق أساتذة وخبراء في المجال دون. ودون تمساح، شايفين حضراتكم. وعندي هنا الطيور، شايفين ما شاء الله سبحان الله الروعة في تحنيطها، وزي انها بتقعد يعني عشرات السنين. كمان بعض الحيوانات البحرية، زي ما حضراتكم شايفين.
وده ما يسمى نجم البحر. ودي الودع والقواقع. وده حضراتكم الأسماك. زي ما حضراتكم شايفين الأسماك بكل أنواعها. ممكن نحنطها فورمالين، وممكن كمان تتحنط كده بره وتقعد عشرات السنين. وسمكة القرش. ودي أسماك تانية. من هنا أعزائي نقدر نقول أي حد عنده أي استفسار رجاء زيارة موقعنا، أو يكتبوا بس سعد المصري على اليوتيوب وتعرفوا كل التفاصيل. للتواصل معايا 012 من خارج مصر 002 012 36 90 535، من داخل مصر 012 36 90 535، وعن طريق الايميل سعد_استاذ online@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.